لو فاكر ان الريت ليميتنج هو الثروتلينج، فغالبا السيرفر بتاعك هيجيب ايرور 429 في اول ريكوست. تعال اقول لك الخلاصه في اقل من دقيقه، وليه واحد منهم جوه التاني اصلا. في الاول الريت ليميتنج ده عباره عن هارد كاب، يعني سقف حاسم مفيش فيه هزار لعدد الريكوستس في وقت معين. زي ما تقول كده ليك 100 ريكوست في الدقيقه لكل اي بي اي كي، لو جبت ال 101 هيقفل الباب في وشك. ميزته ايه؟ لو عديت الليميت الريكوست بيتعلم عليه يترفض طبعا، والسيرفر يرزعك اتش تي تي بي 429 تو ميني ريكوستس. باختصار الريكوست مش هيعدي. نيجي بقى للثروتلينج، ده المعلم الكبير، الامبريلا اللي شايلهم كلهم. ده مش مجرد قفل باب، دي اي استراتيجيه بنتحكم ونشكل الفلو بتاع الريكوستس بيها. التركايه هنا ان الريكوستات الزياده بتتاخر وتتبطأ بس ما بتموتش، والكلاينت في الاخر بياخد اتش تي تي بي 200 عادي بس على مهله. السيرفر هنا بيقول لك بادب سلو داون ماي فريند، زي باقه النت لما تخلص ما بتفصلش بس سرعتها بتقل. طب ايه الفرق؟ الزبده اللي محدش هيقولها لك ان الريت ليميتنج هو اصلا نوع من انواع الثروتلينج. الثروتلينج هو العالم كله، والريت ليميتنج هو الجزء بتاع الهارد كاب وال 429. وافتكر القاعده دي دايما عشان الانترفيوز. الثروتل هاو ازاي هنتحكم في الفلو، اما الريت ليميتنج هاو ماتش العدد الاقصى كام.